السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة نانو كروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجوانتي الجميل ده. جوانتي ينفع كبار وصغيرين وولادي وبناتي، وبغرزة جميلة جدا وسهلة وتنفع للمبتدئين لانها مكونة بس من غرزة واحدة، بس بنوظفها بطريقة مختلفة مش اكتر. يعني مش صعب على اي حد ان هو يعمله، وفي نفس الوقت بيديكي نتيجة حلوة. نتيجة يعني ايه؟ يعني مرضية ان شاء الله. بس كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة هنا ان شاء الله. بس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. والادوات اللي هنستخدمها الخيط طبعا. الخيط اللي انت بتفضليه اللي انت بتحبيه. ده خيط صوف طبعا عشان ده شتوي. بس هو انا صراحة مش فاكرة اسمه بالظبط، بس هو تقريبا اليزا، مش فاكرة. المهم الخيط اللي انتي بتفضلي، الخيطين نفس النوع او لو نوعين مختلفين بس يعني شبه بعض، اوكي مفيش مشكلة. وهتستخدمي الابرة المناسبة مع الخيط. هستخدم ابرة 4 المناسبة مع الخيط بتاعي، وكمان المقص. بس كده، هي دي كل الادوات اللي هنحتاجها. يلا بينا نبدأ ونعمل الجوانتي بتاعنا. هنبدأ من فوق لتحت كده بالشكل ده، فهبدأ باللون اللي هو الفاتح. طبعا بتستخدمي الالوان اللي انت عايزاها. اول حاجة بعمل عقدة بداية بالشكل ده. هفضل اشتغل سلاسل ب يعني سلاسل لما نلفها كده على صوابع ايدينا تقفل وتكون مظبوطة، يعني على مقاس الدوران ده. اقولها لكم دلوقتي، نفضل نشتغل سلاسل بالشكل ده. انا عملت 25 سلسلة اهو عشان تلف كده. المقاس ده بينفع من سن اللي هو المراهقة، مثلا من 11 12 سنة لغاية كبير، يعني بيلبس مداماتي. يعني هو بيلبسني وبيلبس كمان السن اللي هو، يعني انا 14 سنة بيلبس الاصغر مني والاكبر مني كمان. المهم دلوقتي هنكمل بعد 25 سلسلة. هشتغل 3 سلاسل كمان، 1 2 3 دول ارتفاع اهو. باخد لفة على الابرة وبسيب الثلاث سلاسل اللي احنا ارتفعناهم دول، هو 1 2 3، وبدخل في السلسلة الرابعة بالشكل ده وبسحب الخيط. معايا كده 3 حلقات على الابرة، باخد لفة وبخرج من اول 2 لفة كمان، وبخرج من الاتنين اللي بعدهم. كده عملنا غرزة عمود بلفة. ادي واحدة. باخد لفة وبدخل في الغرزة اللي بعدها، بكمل نفس يعني وبعمل نفس الغرزة اللي قبلها. بسحب الخيط كده. معايا 3 حلقات على الابرة، باخد لفة وبخرج من اول 2 لفة وبخرج من الاتنين اللي بعدهم بالشكل ده. تفضلي ماشية كده غرزة عمود بلفة طول السطر. بنشتغل السطر كله بنفس الطريقة اهو. وهشتغل معاكو اخر غرزة اللي هي الغرزة ال25 اهي. بنعدهم عشان نتأكد، عشان ما نتلخبطش واحنا شغالين. دلوقتي هنقفل السطر كده عشان يتكون معانا اللي هو ايه الجزء ده. فهاجي كده ده اهو، احنا شغالين كده. بجيبها كده على الظهر بالشكل ده اهو، وبجيب الطرف ده كده اهو، ده الشكل ده. وبدخل في اول غرزة اللي هي دي تحت الحلقتين، اول غرزة عمود، وبسحب منها الخيط كده منها، وكمان من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. دلوقتي احنا ايه، طبعا مش هينفع نسيب كده الشغل مفتوح من الناحية التانية دي، فهنحط كده الشغل على بعض وندخل هنا في نص العمود بالشكل ده، وكمان قصاده في نص العمود، ونسحب من من الغرزتين هنا، وكمان نسحب من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. هنكمل في اول غرزة سلسلة معايا اهي في السطر، هدخل فيها مع اول غرزة سلسلة من الناحية التانية، وهقفل كمان بمنزلقة. كده عملنا 3 غرز منزلقة عشان نقفل الجزء ده ويبقى كده اهو، عشان ما يبقاش مفتوح اهو. دلوقتي هنبدأ نشتغل في الغرزة بتاعتنا اللي هي دي. هرتفع اول حاجة 3 سلاسل اهو، وهحسبهم عمود اهو. هدخل بعد كده في الغرزة اللي بعدها
طبعا دي احنا حسبناها سلسلة، حسبناها عمود، فاحنا هنسيب الغرزة دي عشان خلاص دي قصاد دي. باخد لفة وبدخل في الغرزة اللي بعدها، بس بدل ما بدخل هنا كده من فوق، لا، انا ادي معايا الغرزة اهو العمود، بدخل كده جنبه بالشكل ده، برجع لورا وبدخل تاني كده وبخلي العمود على الابرة. ده اسمه عمود امامي. هنشتغل بعد كده نكمل عمود عادي جدا، ده كده اسمه عمود امامي. الغرزة اللي بعدها هتكون عمود عادي، يعني باخد لفة وبدخل كده في الغرزة وبعمل عمود. الغرزة اللي بعدها امامي زي دي، باخد لفة وادخل اهو في الغرزة جنبها واخليها على الابرة وبطلع تاني بالشكل ده واعمل غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة عادية، فبدخل في الغرزة بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هتكون امامية، بدخل كده بالشكل ده، واللي بعدها عادية. هنفضل شغالين بنفس الطريقة دي، غرزة عمود امامي وغرزة عمود عادي لغاية ما نخلص السطر. طبعا بناخد الخطة في التنظيف ازاي، يعني باخد لفة كده، ولما بدخل الغرزة بخلي الخيط فوق الابرة كده بالشكل ده عشان يتحبس معايا كده وانضفه وانا شغالة. هكمل السطر زي ما قلتلكم، غرزة كده وغرزة كده. وصلت للغرزة اللي قبل الاخيرة، والغرزة الاخيرة هنعملها مع بعض اهي. الغرزة دي ما ننساهاش عشان هي بتكون يعني ايه متخبية كده شوية جنب المنزلقة اللي احنا عملناها. انا بالنسبة لي هنا هي امامية. طبعا بتختلف على حسب انت عاملة عدد سلاسل قد ايه، عشان طبعا المقاس بيختلف من كبير لصغير. طبعا الغرزة دي او الجوانتي ده بينفع كبير وصغير وولادي وبناتي، بس انت تغيري الالوان والمقاسات. هقفل فين بقى؟ شايفين الثلاث سلاسل اللي احنا عملناهم في الاول؟ هدخل كده ايه في ثالث سلسلة فيهم وهسحب الخيط بالشكل ده. بعد كده هرتفع، لا سوري، احنا هندخل دلوقتي الخيط التاني، فانا مش هقفل دلوقتي، هقفل باللون التاني اللي هو انا معايا اللون الاصفر ده او المسترد ده اهو. هدخل في الغرزة اللي انا هقفل فيها. طبعا لو هتكملي بنفس اللون هتكملي بنفس الطريقة من غير ما توصلي الخيط. انا هوريكم بس ازاي توصلوا الخيط. هدخل كده في الغرزة اللي انا هقفل فيها وهسحب الخيط كده بالشكل ده، وكمان من الحلقة، وهاجي من ورا هربط طرف الخيط اللي هو اللي انا دخلته مع طرف الخيط اللي انا شغالة بيه بالشكل ده، ومش هقطع الخيط ده عشان انا هكمل بيه تاني. انا بس هحتاج هنا سطرين مش اكتر. وكده انا وصلت الخيط. هرتفع 3 سلاسل وهنحسبهم عمود بالشكل ده، وهم هيكونوا مكان اول غرزة اللي هي كانت فوق السلسلة دي. دلوقتي انا كنت شغالة غرزة عمود امامي وغرزة عمود عادي، المرة دي هنعكس. فوق الامامي هشتغل غرزة عمود. اول هننضف معانا الخيط اللي هو الاصفر ده اللي احنا دخلناه، هعمل عمود عادي فوق الامامي، هعمل عادي بالشكل ده، وفوق العادي هعمل امامي اهو عشان يدينا الشكل الجميل ده. الغرزة اللي بعدها كانت امامي وهشتغلها عمود عادي، اللي بعدها كانت عادي هشتغلها امامي، وهكذا فوق الامامي عادي وفوق العادي امامي، عشان يدينا كده ايه تضاد كده واحنا شغالين، عشان يعني ايه يدي التناسق ده او مش عارفه اسمها ايه، يعني بيدخلوا في بعض كده. بس هتكملي السطر بنفس الطريقه، فوق العادي بتعملي امامي وفوق الامامي بتعملي عادي لغايه ما تخلصي السطر. خلصت السطر بنفس الطريقه، بنعكس الغرز. دلوقتي هقفل في ثالث سلسله بس بنفس الخيط عشان هكمل بيه بالشكل ده منزلقة. كده خلصت السطر ده. هرتفع كمان 3 سلاسل وكمان هحسبهم عمود. هي سواء كانت عمود امامي او خلفي او يعني عادي، انا بحسبها عمود عادي، يعني هي مش بتأثر معايا في الشكل قوي. السطر اللي فات كنا بادئين بغرزة عمود عادي، بعد كده السطر ده هنبدأ بغرزة عمود امامي عشان نعكس بالشكل ده، واللي بعدها عادي، اللي بعدها امامي. كده ايه اللعبة وضحت معانا ان احنا بنعكس الغرز. فوق الامامي خلف فوق الامامي عادي وفوق العادي امامي.
هكمل السطر ده بنفس الطريقة بتاعت السطر اللي فات بالظبط. خلصت اهو السطر ده بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها، وهاجي اقفل هنا في تالت سلسلة. هدخل كده، بس بدل ما اكمل بالخيط ده، لا انا هوصل الخيط ده بس. هنا هتلاحظوا اهو لو جينا ناخده كده هيعمل كده ايه، خيط طويل كده مش حلو. ممكن يدخل في صوابعنا واحنا بنلبس الجوانتي. فعايزين نعمل ايه عشان نتخطى المشكلة دي؟ بعد ما دخلنا كده في السلسلة معايا اهو كده ايه، في زي ايه حلقات او خيوط كده، هنفضل ندخل فيها عشوائيا. يعني انا ما عنديش غرزة معينة، نفضل ندخل كده اهو في حلقات جنب بعض. سوري انا اسفة كده، بس من تحت لفوق، من فوق لتحت اهو، لغاية ما نوصل للخيط اللي احنا عايزين ناخده اللي هو ده، ونسحبه كده اهو. ده هسحبه كده، وطلعته الاول هنا ايه من السلسلة، وبظبط كده الخيط اهو، لا يكون مشدود ولا مرخي اهو، عشان ما يعملش معايا الشكل الوحش ده. بصوا هو انتوا لما هتيجوا تاخدوها كمان تاني هتقولوا ما هي عملت كمان هنا ايه, فتلة، بس انا حاسه ان الفتله دي اصغر من الفتله الاولى فحسها احسن. لكن لو مش حابه الخطوه دي وحابه تاخديها كده على طول كمان اوكي يعني عادي، بس تحاولي ان انتي تخليها كده مظبوطه بحيث ان هي ما ما تبقاش طويله قوي. انا حاساها كده قسمتها على 2، مش عارفه انتي لو حابه ان انتي ما تعمليش الخطوه دي براحتك. هاجي دلوقتي ايه اظبط كده، وهرتفع 3 سلاسل بالشكل ده اهو، وهعتبرها طبعا ايه, غرزة عمود. بدأنا الغرزة اللي فاتت او السطر اللي فات بعمود امامي، فالمرة دي هيبقى ايه عادي بالشكل ده. كده خلاص احنا مش هنحتاج اللون اللي هو الاصفر ده تاني، فهقصه كده عشان ننضف معانا الخيط. وفوق العادي هعمل امامي، يعني اللعبة بتاعتنا المعتادة اللي هي بنعملها في كل سطر. احنا بس الشغل اللي اشتغلناه هنا ان احنا غيرنا اللون مش اكتر. هتكملي بنفس الطريقة، ولما تقفلي كمان تكملي سطور لغاية ما توصلي فين، لغاية لما تيجي تلبسيه وصل معاكي لغاية اللي هو ايه الجزء ده. انا هوريكم وانا لابسه الجوانتي ده اهو. اهو ده شكله. توصلي بالجزء ده لغاية ما توصلي هنا. انا عملت كام سطر بالظبط بعد الاصفر؟ ادي سطر 2، يعني هخلص السطر ده واعمل كمان سطر مش اكتر، وكده اوصل للجزء ده. لو انتي مقاس ايدك مختلف سواء اكبر او اصغر بتحددي عدد السطور من المقاس. يعني تفضلي كده ايه بتقيسيها، او بتقيسي للطفل مثلا اللي بتعمليله او للشخص اللي بتعمليله، وتشوفي انتي عايزه كام سطر بالظبط. بس كده هخلص السطر ده واللي بعده وارجع لكم. خلصت السطر التاني اهو، وهقفل بمنزلقه في تاني في تالت غرزة سلسلة بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ نعمل اللي هو الصباع ده اللي هو بيكون الصباع الكبير. هعمل سلاسل يعني بمقاس الصباع كده. هعمل 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهعمل ايه، هاجي كده هنا هعد. شايفين الغرزة اللي هي السلاسل دي قلنا احنا بنحسبها عمود، ادي 1 2 3، 3 عواميد سيبناهم. هدخل في العمود الرابع اهو. الدور معايا هنا كان الاول هنا عمود امامي، فهعمله عمود عادي. فهدخل كده هنا في الغرزة اللي هي دي، بس الاول باخد لفة بدخل كده. لا الاول معلش سوري انا اسفة. بعد ما خلصنا كده ال10 سلاسل بدخل في الغرزة اللي عليها الدور، وبسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي على الابرة. انا كده عملت منزلقة بالشكل ده. بعدها هعمل 3 سلاسل وبحسبهم عمود. بدخل في الغرزة اللي بعدها بعمل بريد امامي، او يعني غرزة عمود امامي بالشكل ده، وبكمل كأني بدأت سطر جديد اهو بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هعمل عمود عادي وبعدها امامي، يعني بكمل السطر عادي جدا لغاية ما اوصل
لغاية ما اوصل هنا للسلاسل دي. خلصت كده لغاية ما وصلت هنا للسلاسل اللي عملناها عشان الصباع اهي. خلصت اخر غرزة، وهبدأ كده في اول غرزة من السلاسل دول. طبعا دي منزلقة مبنشتغلش فيها، نشتغل في اول غرزة بندخل فيها كده، نعمل غرزة عمود بلفة عادية اهي. وهشتغل في كل غرزة هشتغل غرزة عمود بلفة، ادي كده 2. طبعا بنعد عشان متلخبطش، لازم يكون معانا 10 سلاسل او على حسب العدد اللي احنا بدأنا بيه. 3 4 5 6 7 8 9 و10. كده اهو ال10 غرز. دلوقتي معانا ال3 سلاسل اهو من الارتفاع دول، احنا كده خلاص خلصنا السطر كله. هقفل بمنزلقة في تالت غرزة سلسلة. كده السطر ده معانا انتهى، وزودنا فيه 10 غرز زيادة. يعني احنا مثلا كان معانا 25 غرزة، حطينا 10 بقى معانا 35 غرزة. هكمل عادي جدا. بعدين هرتفع 3 سلاسل وهحسبهم طبعا عمود، وفوق غرزة العمود الامامي بشتغل عمود عادي، وهكذا زي ما احنا شغالين اهو. لغاية زي ما احنا شغالين لغاية ما نوصل هنا للجزء ده نشتغله مع بعض. اشتغلت السطر اهو عادي جدا لغاية ما وصلت لل10 غرز اللي معايا هنا. بشوف انا اخر غرزة اشتغلتها ايه. انا اشتغلت هنا عمود امامي، فبالتالي الغرزة اللي قصادها على طول هتكون سوري، اللي بعدها على طول هتكون غرزة عمود عادي. اللي بعدها هعملها امامي زي السطر اللي بدأناه في الاول خالص هنا لو فاكرين، نفس السطر الشكل ده. والغرزة اللي بعدها هتكون عادية، واللي بعدها امامي، وهكذا لغاية ما تخلصي ال10 غرز. خلصت ال10 غرز كلهم بنفس الطريقة، وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة. والسطر اللي بعده هيبقى بنفس الطريقة بالظبط، احنا ما بنغيرش، احنا بس عدد الغرز زاد معانا مش اكتر. فبرتفع 3 سلاسل وبكمل السطر زي ما هو. فوق العادي بعمل امامي، وفوق الامامي بعمل عادي لغاية ما اخلص السطر كله. خلصت السطر اللي اشتغلناه مع بعض وقفلته، وبدأت سطر كمان بعده، بس اشتغلت اللي هو ايه نصه بس لغاية هنا، لغاية ما وصلت اللي هو ايه لنص الجوانتي هنا بالظبط. ليه؟ عشان هعمل تناقص. عشان طبيعي الايد لما بنيجي ايه ننزل كده دي طبعا بتكون كبيرة، بعد كده بنفضل ايه بتصغر. فطبعا مش هينفع ننزل بنفس الوسع اللي احنا شغالين بيه ده، فهنعمل تناقص. هشتغل اهو في الغرزة اللي عليها الدور اهو. يعني انا ايه ما مشيتش على عدد معين، انا بس بالنظر جبت اهو النص. هنعمل تناقص فين؟ هنا وهنا، في الجزئين دول اللي هما دول وده. فهاجي هنا في الغرزة اللي عليها الدور انا بفضل ان هي تكون غرزة يعني اللي هي عادية مش امامية. فاهو هعمل غرزة عادية، بسحب الخيط معايا 3 حلقات على الابرة، باخد لفة بخرج من اول 2 بس. الطبيعي بكمل، لكن لا انا مش هكمل عشان هعمل تناقص. باخد لفة كمان وبسيب غرزة اللي هي العمود العادي اللي كنت هعمل فيها او عمود امامي، دي هسيبها خالص اصلا، وهدخل في اللي بعدها اللي هي كنت هعمل فيها كمان عادي بالشكل ده. بسحب الخيط باخد لفة بخرج من اول 2. كده جمعت العمودين مع بعض، باخد لفة بخرج منهم كلهم بالشكل ده. بعد كده بكمل عادي اللي عليها الدور بعملها بريد او يعني امامي، واللي بعدها بعملها عادي، ولغاية ما اخلص السطر لا سوري، لغاية ما اوصل لنص اللكلوك هنا، سوري لنص الجوانتي. وصلت اهو لنص الجوانتي اهو. الغرزة اللي عليها الدور كمان هعملها عادية بنفس الطريقة، مش بكمل الغرزة اهو
كمان بتجاهل اللي في النص وبدخل في اللي بعدها بالشكل ده، وبطلع من اول 2. بعد كده بضم الغرزتين مع بعض بالشكل ده. بعد كده بكمل الغرزة اللي عليها الدور، بعملها باللي عليها بنفس الطريقة لغاية ما اخلص السطر كله. هقفل بعد كده بمنزلقة في اول في تالت غرزة سلسلة. بعد كده برتفع 3 سلاسل وبكمل الدور زي ما هو، زي ما احنا شغالين لغاية ما اوصل فين، لغاية ما اوصل للتناقص بتاعنا اللي هنا ده اللي من الجنب. هفضل ماشية لغاية ما اوصل للتناقص. وصلت اهو كده لنص الجوانتي هنا للتناقص. وصلت فين بالظبط؟ ادي التناقص اللي احنا عملناه، وادي قبله بغرزة اللي هي الغرزة اللي كانت امامية، هنعمل فوقها غرزة عادية بالشكل ده. نفس الطريقة مش هكمل الغرزة، وباخد لفة وبتجاهل الغرزة اللي في النص، وبدخل هنا في الغرزة اللي بعدها على طول، وبضمهم مع بعض بالشكل ده. احنا خلاص مش هنعمل تناقص غير السطرين دول، مش هنعمل تناقص غيرهم. كده بكمل عادي زي ما انا شغالة، وبفضل ماشية لغاية ما اوصل كمان للتناقص اللي هنا ده، واعمل له نفس اللي عملته هنا بالظبط. وصلت للتناقص الناحية التانية اهو، هنعمله مع بعض بنفس الطريقة. وصلت للغرزة اللي قبل اللي عملنا فيها التناقص السطر اللي فات، بضمها مع الغرزة اللي بعدها بالشكل ده، بنتجاهل الغرزة اللي في النص اللي هي دي. بعد كده بكمل السطر زي ما انا عادي بالشكل ده. وادي اخر غرزة، وخلاص كده مش هنعمل تناقص تاني. هقفل السطر في تالت غرزة سلسلة بالشكل ده اهو، كده كفاية. هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل السطر ده من غير اي تناقص، يعني هشتغل زي ما انا كنت شغالة عادي. فوق كل غرزة بعمل غرزة ما بتناقصش خالص. وهوريكم هنا ازاي هنشتغل ازاي يعني هنشتغل الحتة دي اهو. هنا وصلت اهو للغرزة اللي فيها التناقص. اشتغلت في اللي قبليها كانت بريد، يعني كانت امامي، هعملها عادية، ودي عادية المفروض اعملها امامي. فبعمل ايه؟ باخد لفة كده، بدخل عادي جدا، بدل ما كنت بدخل في غرزة لا هدخل في الاتنين مع بعض بالشكل ده، وهعمل غرزة بس كده، واكمل بعد كده عادي جدا فوق كل غرزة غرزة. خلصت السطر، وهقفل بمنزلقة في تالت غرزة سلسلة زي ما احنا متعودين بالشكل ده. دلوقتي هبدأ اعمل البريد اللي هو من تحت ده، اللي هو كنار الجوانتي بتاعنا. فهرتفع 3 سلاسل، وطبعا هنحسبهم عمود زي ما احنا شغالين على طول. عايزة اقول بس حاجة قبل ما نكمل، ان انا عملت الفردة اليمين والفردة الشمال زي بعض. هو غرزة القفلة مش واضحة قوي، وعموما حتى لو انتوا شايفينها باينة، هي بتيجي هنا في الجزء ده، يعني سواء لبستيها هنا او هنا هي جاية في الجزء ده، لا هي باينة من هنا ولا باينة من هنا، فبتقلقيش خالص. والفردتين زي بعض يمين وشمال. خلصت دلوقتي الغرزة دي، هاخد لفة على الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها امامي سوري غرزة عمود عادية. مفيش هنا امامي، هنمشي في كل غرزة غرزة عمود عادية تحت الحلقتين اهو زي ما احنا شغالين. في كل غرزة غرزة، مفيش تناقص ولا تزايد لغاية ما اخلص السطر كله. خلصت السطر اهو ده شكله، وهقفل بمنزلقة في تالت غرزة سلسلة، وهرتفع 3 سلاسل زي ما انا. دلوقتي هنبدأ نعمل البريد ده او الكنار ده. بنعمله ازاي؟ بنيجي كده اهو للغرزة اللي هي بعد السلاسل دي على طول، باخد لفة وبعمل بريد امامي زي ما احنا شغالين دايما. بدخل كده وبعمل بريد او غرزة عمود امامي بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هتكون ايه؟ مش عادية، لا هنعمل غرزة عمود خلفي. يعني ايه عمود خلفي؟ يعني بدخل يعني بدل ما انا بدخل هنا، لا بدخل كده بالشكل ده، وبخلي الابرة فوق الغرزة وبدخل تاني جنبها كده. بخلي الابرة هي اللي واضحة والغرزة هي اللي من جوه، وبسحب الخيط وبعمل غرزة عمود بلفة. دي اسمها عمود بلفة خلفي. اللي بعدها هتكون امامي، واللي بعدها خلفي. ندخل كده بالشكل ده، وهكمل بنفس الطريقة
غرزة عمود امامي وغرزة عمود خلفي لغاية ما اخلص السطر كله. خلصت السطر كله بنفس الطريقة، عمود امامي وعمود خلفي لغاية ما خلصت هنا، وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة، وهرتفع 3 سلاسل. المرة دي مش هنعكس، يعني مش هنعمل فوق ده العكس وكده، لا، هنشتغل فوق الامامي امامي وفوق الخلفي خلفي، يعني ده امامي هشتغل اهو، هتكون اسهل، يعني ما بنعملش كده وندخل ونقل، لا هو على طول بعمل كده بتطلع معايا امامي، وفوق الخلفي بعمل خلفي زي ما احنا اهو. هنا غرزة عمود امامي وهنا غرزة عمود خلفي، تفضلي ماشية كده بنفس الطريقة لغاية ما تخلصي السطر كله. تفضلي ماشية كده سطور لغاية ما تشوفي ايه، يعني ايه المقاس الحلو بالنسبة لك. انا عاملة 4 سطور، لو عايزة اكتر عايزة اقل براحتك. هكمل 4 سطور وارجع لكم. خلصت ال4 سطور اهو، زي ما قلتلك انت ممكن تكتري او تصغري، تكبري او تصغري. هقفل بمنزلقة في تالت غرزة سلسلة، وهعمل سلسلة تثبيت عشان هنقص الخيط خلاص بالشكل ده، وهطلع الخيط كده وهننضفه مع بعض. يعني هاجي كده ايه، هدخل كده في غرز عشوائية كده، ممكن بإبرة التنظيف لو حابة، بس انا شايفة ان دي اسهل يعني. هدخل كده لغاية ما اوصل للخيط واسحب، وهكرر اللي انا عملته ده مرة كمان عشان الخيط يثبت واقصه خالص. اهو ده شكل الجوانتي بعد ما خلصناه. لا فيه خيوط عايزة تتنضف، فيش بس غير دي هقصها، انا منضفاها، هقصها بس اهي بالشكل ده. لا في خيوط عايزة تتنضف اهو، ولا في اي حاجة، وسهل جدا وينفع للمبتدئين والمحترفين، يعني حلو جدا. وزي ما قلت لكم ينفع كبار وصغيرين وانساتي او ولادي، يعني ينفع لكل الاعمار وكل يعني كل حاجة. بس كده، يا رب اكون شرحته بطريقة واضحة وبسيطة وتعرفوا ان شاء الله تنفذوه، وما يكونش فيه اي حاجة يعني ضاعت منكم في النص. بس كده، لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.